أهلا بيكم متابعين الكرام على قناتكم قصص واقعية. قصص من الواقع أبطالها رجال ونساء فتحوا لنا قلوبهم وحكوا لنا حكاياتهم، واحنا بنشاركها معاكم علشان تعم العبرة والعظة. ولو عندكم أي مشكلة وحابين تشاركوها معايا، ما عليكم إلا التواصل على الفيسبوك اللي هتلاقوه في صندوق الوصف. ولو أول مرة بتشوفوا قناتي، متنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. وحكاية النهاردة صاحبتها بتقول: أنا قصتي حقيقية، يمكن مش هتصدقوا إن أب يعمل كده في بنته، لكن بابا عمل فعل شنيع جدا. أنا جميلة وعايشة مع بابا وماما وثلاث إخوات غيري. كنت أنا التانية، ولما كان عمري 10 سنين والدي كان دايما بيبصلي بنظرات غريبة وما كنتش فاهمة، بس كنت حاسة إن هي مش بريئة. كنت بصحى من النوم الاقيه واقف بيبص عليا وبيتصفحني من فوق لتحت. اتكرر الامر اكتر من مرة لحد ما قررت ان انا اتكلم، وقلت لاختي سعاد. قلت لها: سعاد، انا عايزه اقولك على حاجه. قالت لي: خير يا جميله، في ايه؟ قلت لها: حاسه ان بابا بيبص عليا بنظرات غريبه ومش نظرات اب لبنته خالص. قالت لي: ايه اللي انت بتقوليه يا جميله ده؟ انت اتجننتي؟ قلت لها: صدقيني يا سعاد، والله زي ما بكلمك. قالت لي: لا، انتي مهبولة بقى، بطلي الكلام ده وبطلي جنان، اكيد انتي غلطانة. معرفتش هرد عليها وقلت لها يمكن انا بيتهيألي، وسكت. والموضوع برضو بيتكرر. وصلت لسن 13 سنة وبرضو بيكرر عملته. لا، والموضوع على تطور كمان، وبقى بيلمس أماكن في جسمي عيب وغلط. كنت برفض وبزعق معاه وبجري استخبى في اوضتي. وقررت ان انا اقول لماما، لاني ما بقيتش قادرة اتحمل. وقلت لها: يا ماما، بابا بيبصلي بصات غريبة، وكمان بيحاول ان هو يقرب مني ويلمس اماكن ما ينفعش ان هو يقرب لها اصلا. ماما طبعا كذبتني وما صدقتنيش، بل بالعكس كمان دي ضربتني. لحد ما خلاص فاض بيا الامر، ورحت واجهته ودخلت اوضته وقلت له: انت ليه بتعمل كده؟ انت المفروض بابا وقدوة وتحبنا وتخاف علينا، ازاي تعمل كده في بنتك؟ ولا انا مش بنتك؟ رد وقال لي: انا بعمل ايه؟ انت بنتي وملكي، وده حقي، وانتي اجمل واحدة في اخواتك ومفيش اي حاجة غلط. وقرب مني وحاول ان هو يضمني، بس انا بعدته عني وقلت له انا ههرب من البيت القذر ده، وجريت ورحت قفلت اوضتي عليا بسرعة قبل ما يجي ورايا. وفعلا هربت من البيت اكتر من مرة، ولكن للأسف كل مرة كانوا بيقدروا ان هم يرجعوني البيت، واخر مرة منعوني ان انا اصلا اروح المدرسة. وفي يوم من الايام لما اتأكد ان مفيش غيري في البيت، سمعت صوت الباب. فكرت ان ماما رجعت، اصلها كانت خرجت تشتري علاج وتاخد كمان اذن من المدرسة. لما انا قعدت منها قلت لها: ماما، انت رجعتي؟ محدش رد. قلقت وخرجت اشوف مين اللي بره، لقيته خرج فجأة وانا اتفزعت. وقلت له: ايه اللي رجعك تاني؟ مش عندك شغل؟ بابا نظراته كلها خبز. قال لي: مفيش، نسيت حاجة ورجعت اجيبها. وبصلي من فوق لتحت. وقلت له: طيب ادخل جيبها. دخل اوضته وجريت على المطبخ وجبت حاجة وخبيتها تحت المخدة. طبعا دي حاجة علشان احمي بيها نفسي، علشان اضمن ان هو ما يقربليش. ولقيته جاي واقف قصادي ومسك دراعي وبدأ يمشي ايده عليه. اظن مفيش غيرنا، فرصة حلوة. انا بغضب: اه، الفرصة حلوة. ورحت مطلعة السكينة وجرحته في ايده. قعد يصرخ وقال لي: انت مجنونة، ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا بصوت عالي: انا زهقت، ولعلمك بقى المرة الجاية مش هتكون في ايدك. وقلت بعصبية: انت مستحيل تكون انت اب، انت واحد قذر، انا فاهمك من زمان، اياك تقرب مني تاني، فاهم ولا لا؟ قلتها وانا بشاور على قلبه. قال لي: انت مجنونة. قالها وهو بيتألم وسابني وخرج من البيت. رحت خرجت وغسلت السكينة اللي كانت في ايدي، وفضلت أبكي وقلت لنفسي: ازاي هعيش في سلام وانا المفروض سندي وحمايتي هو مصدر التهديد؟ مش عارفة اعمل ايه، بس اللي اعرفه اني هدافع عن نفسي ومن اي حد حتى لو وصل بيا الامر لفين.
بعد اليوم ده وبابا بدأ يتجنبني خالص، بس برضه نظراته فضلت هي، فضل على الحال ده. وبابا كمان بقى مشغول في البدروم بتاع البيت، بيجهز أوضة عازلة للصوت، وبيعمل لها 10 أبواب، وبينزل حاجات تحت. أنا ما كنتش أعرف هو بيجهز الأوضة دي ليه وعلشان ايه. ما كانش بيحكي أبدا، وكان منبه علينا ما حدش ينزل تحت ونعتبره مش موجود أصلا. وأنا كمان مهتمتش لأني ما بحبوش، وكنت بتجنبه على قد ما أقدر. وصلت لسن 16 سنة، وبابا حاول تاني إن هو يقرب مني. يومها أنا كنت نايمة، وفجأة لقيته بدأ يقرب مني، ولقيت حد بيحاول إن هو يلمسني. طبعا أنا قمت علشان أصرخ، ما هو أنا برضو اتخضيت. أنا كنت متأكدة إنه هو. صرخت جامد وقلت له انت بتعمل ايه؟ شد الغطا من عليا بسرعة، واول ما النور ولع عمل نفسه كأنه بيغطيني. كانت ماما واخواتي سمعوا الصراخ وقاموا جري. فضلت ازعق واقول لماما انا قلتلكم قبل كده ان الراجل ده مش طبيعي، ده عايز مني حاجات مش كويسة. وفضلت اعيط، وبابا بيرد ببرود: بنتك مجنونة يا هانم، انا كنت بغطيها وما عملتلهاش اي حاجة، انت هتفضلي كده كتير. هو خرج، بصراحة اتقن الدور، انا كنت هصدقه. ماما قربت مني بعد ما خرج وقالت لي في ايه يا جميلة؟ مالك؟ ده بابا اللي بيحبك. قلت لها ما تقوليش بيحبني، ده واحد مش مظبوط، انتي مش عارفة حاجة ومش بتصدقي كلامي. ردت عليا: انا زهقت منك، بكرة هنروح لدكتور نفسي، نامي يلا، ولو خايفة اقفلي الباب من جوه. خرجت ماما وانا قمت جري قفلت الباب وجهزت شنطتي. بعد ما ناموا كلهم هربت تاني، مع اني عارفة ان البوليس هيرجعني تاني، بس كان عندي امل المرة دي انه محدش يلاقيني. وحاولت ان انا اختفي عن الانظار واتفادى البوليس، لكن بعد اسبوع برضو رجعوني. ويومها لقيت في عيون بابا نظرات انتظار. انا بقى وانا متضايقة قلتله: اضحك كويس، لكن كلها سنة ونص، واول ما هتم 18 سنة هسيب البيت ومش هتقدر يوم هترجعني. فعلا اشتغلت جنب الدراسة علشان ما اعتمدش عليه في اي حاجة، وكمان احوش فلوس عشان لما اسيب البيت تنفعني. وهو الغريب انه ما بقاش بيتعرض لي خالص، بالعكس بقى مسالم وطيب، وبرضه بيستمر في الشغل في البدروم بعد ما يرجع من شغل. وتقريبا مش بشوفه، وبقيت مطمنة شوية انه خلاص صرف نظر عن فكرته، ما بقاش مهتم بيا، او ربنا هداه وغير فكرته. بس برضه كنت حذرة من ناحيته، لحد ما كان فاضل اسبوع على عيد ميلادي. قلتله: على فكرة، ما تفتكرش بتغيير المعاملة دي انك هتقنعني ان انا اقعد، لا، برضو هسيب البيت وكلها اسبوع وارتاح منك ومن نظراتك الغريبة دي. الغريب بقى ان هو قال لي: براحتك، براحتك يا حبيبتي، اللي انت عايزاه اعمليه، ربنا يوفقك. استغربت من ردة فعله دي، لكن ما شكتش في اي حاجة ولا الخطة اللي هو رسمها، لان طبعا عقليتي كبنت في سن ال18 طبعا مش هستوعب ذكاء شخص ناضج وخطط بقاله سنين لكل حاجة. لا، نفذ كمان الخطة. انا معرفش حاجة لحد قبل عيد ميلادي ب3 ايام. كنت قاعدة بقرا مجلة ومفيش غيرنا في البيت. قال لي: تعالي شيلي معايا الكنبة دي. بعد إلحاح كبير منه وافقت، وقلت له: اخلص علشان اخلص منه. شلت معاه الكنبة ونزلت في البدروم. اول مرة انزل فيه حسيت بالخوف والقلق، وسألته ليه عامل 10 ابواب ورموز مختلفة. ولسه هطلع لقيته خبطني على دماغي. ما حسيتش بأي حاجة. صحيت من النوم او من الخبطة اللي هي على دماغي، لقيت نفسي في أوضة تحت الأرض عازلة للصوت. الأوضة مساحتها 35 متر، مفيهاش أي شباك، والباب مقفول بإحكام، والأوضة مفيهاش أي حاجة نهائي غير السرير. بابا سابني يومها ليلتين من غير أكل ولا شرب. كنت خايفة ومرعوبة جدا وجعانة جدا وعطشانة، ومن التعب فضلت نايمة مش قادرة أتحرك من مكاني.
ودماغي تعبانة جدا لحد